أول شيء اسمي روز. نحن جينا على أكاديمية الشهيد هارون عنترية مشان اليوم افتتاحية الدورة. نحن جينا مشان نقدم حالنا، مشان نشوف تدريب هنا. يعني نحن بنات عرب، يعني الحزب انطانا فرصة لحتى نقدم حالنا، لحتى شوي نقدم اللي قدامنا، لحتى نتعرف أكثر على الحزب. لهيك نحن هيك كمان نحن عم نقدم فكرنا، عم نقدم اللي قدام. اليوم جينا مشان نقدم كمان فكرنا، مشان نمشي على فكر القائد، على فكر الشهداء، على فكر الرفقات، مشان وين ما نروح يعني مشان نتطور اكثر من ناحيه الفكر، من ناحيه الفكر، من ناحيه الفلسفه، من ناحيه الشغلات هاي بدنا نتطور نحن، خاصه من ناحيه بنات العرب. يعني الحزب عم يعطيهم فرصه لحتى يتطوروا لقدام، لحتى ينجحوا كمان. يعني صح نحن بالاول بالمجتمع نحن ما حد يعطينا فرصه لحتى نتقدم لقدام، لحتى نتطور. يعني نحن اليوم جينا على الحزب عم يسوي لنا مكان لحتى نتطور. الحزب الحركي رجعات آزاد جينا نقطع الأكاديمية التدريب البيولوجي السياسي في أكاديمية الشهيد هارون عنترية. نحن هون مشان نقوي فكرنا، تدريب ايديولوجي مشان نقوي فكر، مشان نقدر نحرر فكرنا الجديد، نقدر نحرر المرأة والمكون العربي. بتمنى انه يكون عندي تطورات اكثر. نحن هون رفيقات مكونات سياسية رفيقة عربيات مشان تدريب سياسي ايديولوجي. بتمنى للمكون العربي والرفيقات العربيات التقدم والتطور. بتمنى يكون هالتدريب هذا نستفاد منه، وبتمنى للرفيقات الاستفادة والنجاح والتقدم والتطور للمكون العربي والمكون الكردي. بتمنى للرفاق بالجبهات والجرحى الشفاء، رفاقات الجبهة النصر والنصر للجميع، رفاقنا اسمي إيناس الولداوية من الرقة. أخذ تدريب بأكاديمية الشهيد رشدة منبج، وحابة إني أستفيد وإنه أقوي معرفتي وإنه يكون أساسي قوي من أول بدايتي بالحزب. وحبيت إنه يكون أساسي قوي، وحابة إنه نستفيد كل شيء من الحزب، وإن شاء الله يكون تدريبنا زين وكويس، وإن شاء الله يكون وضعنا تمام بالتدريب. وأنا همتي حيل قوية مشان التدريب، وإن شاء الله إنه حابة إنه يكون وضعي أحسن من هيك، وإنه أتحسن وإنه أتقدم أكثر من هيك. روز جرابلس من مدينة جرابلس. هلا أنا بأكاديمية الشهيد رشدة منبج، جاي أثبت حالي كمرأة قوية، أثبت حالي على أرض الوطن، وجاي بهدف تحرير المرأة ونحرر وطننا من المرتزقة ومن كل يعني وأتمنى إنه نطلع جاي أتقدم، إنه نتقدم ونحرر بلدنا من الإرهاب والمرتزقة. بوصل رسالتي لكل إنه الامرأة إنها تثبت حالها بالمجتمع، وإنها تتقدم، وإنه تنضم لقوات سوريا الديمقراطية.